السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وتكونوا حليتوا امتحانات اللغة التانية النهاردة كويس. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، يلا نبدأ في الفيديو. بص يا صديقي، اللي انت هتعمله في الفيزياء كالآتي. أول حاجة انت لازم تراجع المنهج كله قبل ما تبدأ في حل. تاني حاجة لازم تحدد المدرسين اللي انت هتتابع معاهم، ما ينفعش اللي هو اسمع حبة من هنا واسمع حبة من هنا وكده. لازم تكون انت عارف انت هتمشي مع مين، لأن كل مدرس بيبقى عامل خطة لنفسه، فانت هتمشي تبع الخطة بتاعت المدرس اللي انت هتكمل معاه. فأنا ما انصحش ان انت تمشي مع كذا مدرس، في ناس بتمشي مدرسين أو ثلاثة، بس ده غلط لان انت كده هتشتت نفسك وهتضيع وقت كتير جدا، لان ممكن نفس الحاجه تتشرح مرتين وانت تكون مش محتاجها. طب انا هراجع ازاي؟ بص، انت هتراجع بيبان، ما ينفعش ان انت تراجع درس درس لان مفيش وقت كده. انت معاك 3 ايام، قول النهارده اليوم الرابع، لو انت هتبدا النهارده يبقى انت معاك 3 ايام ونص، لان انت لسه هتكون صاحي من حبه ولسه جاي من الامتحانات، وفي ناس هتبدا تريح، في ناس بدات. بس قول معاك 3 ايام ونص، فانت المفروض تبدا النهارده لان الوقت بتاع الفيزياء قليل جدا. بس ده مش معناه ان انت مش هتراجع، انت تلحق تراجع، بس انا بقول لك ان الوقت قليل فما ينفعش تضيع فيه. طب انا هراجع ازاي؟ بص، انت تراجع باب دلوقتي، مثلا قول الباب الاول. انا هراجع الباب كامل من فيديو، مثلا اللي هو المراجعه بيبقى 5 ساعات 6 ساعات، ده باب كامل، فانت لو خلصت الباب في 5 ساعات ده كويس قوي. فانت هتراجع الباب. جيت مثلا قول في الباب الاول الحته بتاعت كيرشوف، الحته بتاعت كيرشوف دي انا من زمان اصلا مش فاهمها وما بعرفش احل. هتروح للحته دي وتذاكرها، اللي هو بتسمع الشرح بتاعها بالتفصيل. انما ان انت تمسك الباب كامل وتسمع شرح بالتفصيل ده مش هينفع معاك خالص لان مفيش وقت. طب عرفت هذاكر ازاي دلوقتي؟ طيب اتابع مع مين اصلا؟ بص، في مدرسين كويسين جدا يوتيوب، ممكن تتابع مع مستر محمود مجدي، مستر عبد المعبود، مستر كورولوس. مستر كورولوس السنه اللي فاتت قال كذا حاجه وكان قريب ليها جدا في الامتحان، بس ده مش معناه ان انت تسمع لكله، هم كلهم ممتازين. انت اختار اكتر واحد انت بتفهم منه، او لو انت متابع اصلا مع حد من الاول خلاص كمل معاه لو انت بتفهم منه. انما لو انت محتاج لسه ومش عارف تتابع مع مين، المدرسين ديت ممتازه جدا، اختار واحد منهم اللي انت هتفهم منه. يعني انت ممكن تسمع اول 5 دقايق من كل حاجه وتشوف اللي انت هتفهم منه وتكمل معاه، ده علشان توفر وقتك، لان انت ما ينفعش تسمع 8 ساعات في الباب ده و5 ساعات في نفس الباب وانت اصلا خلاص مش محتاج تسمع تاني. فانت شوف احسن مدرس تقدر تسمع منه واسمع معاه. وطبعا في مدرسين او المدرس اللي انت ماشي معاهم ممكن يكون عامل خطه مذاكره، اللي هو جدول همشي مثلا يوم الاربعاء هعمل كذا ويوم الخميس هعمل كذا، خلاص امشي معاه، لان انت طالما متابع معاه الشرح امشي مع المدرس ده. بس انت ممكن تسبقه في الحل لو انت عايز تحل اكتر. طب انا هحل ازاي اصلا بعد المراجعه؟ دلوقتي مثلا انت بتذاكر الباب، فالباب ده متقسم لدروس، بعد كل درس ممكن تحل 5 6 اسئله 10 اسئله على كل درس. او مثلا لو انت معكش حاجه تحل منها، ممكن تحل مثلا من المراجعه بعد ما تخلص الباب، تحل مثلا قول 50 سؤال على الباب، بعد كده تبدا على الباب اللي بعده. طب ايه النظام اللي امشي بيه؟ بص، انا هرشح لك نظام انا شايفه ينفع في الوقت اللي معاك، لان دوت كويس قوي وهيخليك تلم كل حاجه وتحل. لو انت معاك حاجه احسن او نظام احسن خلاص امشي بيه، انا بقول لك ده اقتراحي بس. بص، احنا النهارده انت معاك نص اليوم، نص اليوم دوت تقدر تخلص في الحديثه. الحديثه سهله، اه ممكن الباب خامس يعصلك معاك شويه، بس الحديثه تقدر تخلصها في نص يوم. هتخلص الحديثه اللي هو نص اليوم بتاع يوم الثلاث، هتبدا يوم الاربع هتمسك نص الكهربيه. هتقسم الكهربيه مثلا اول بابين، او الباب اول وباب رابع، باب تاني وباب تالت، انت على حسب الابواب اللي انت متمكن منها. مثلا باب انت الاول دوت انا بالنسبه لي هراجعه بسهوله، فخلاص احط معاه حاجه تقيله، فانت حاول تنظمها ان انت اليوم يكفي البابين. فانا كده خلصت الحديثه وخلصت نص الكهربيه. يوم الخميس هاخد النص التاني من الكهربيه، وما تنسوش ان انتوا مع كل حاجه بتحلوا، ما ينفعش تسيبوا الحل. يوم الجمعه بقى يوم مخصص لحل الشوامل، وان انت تشوف ايه الاخطاء بتاعتك القديمه والحاجات اللي انت كنت حللها وغلطت فيها، مثلا حاجات وقعتك قبل كده، تشوف اخطائك في العموم وهتحل شوامل. طب احل شوامل ايه؟ بص، لازم تركز يوم الجمعه ان انت تحل الشوامل بتاعت السنين اللي فاتت، اللي هو امتحان السنه اللي فاتت دور اول ودور تاني والسنين اللي قبليها، دول بتبقوا مهمه جدا. خلصتهم ابدا في شوامل تانيه. وهتقول لي مش هلحق احل، لا هتلحق، بس انت ابدا اليوم بتاعك من بدري. يعني مثلا في الايام ديت من بكره الاربع والخميس والجمعه ابدا يومك من بدري، واليوم بيبقى فيه بركه كبيره جدا وهتلحق ان شاء الله. واشتغل على نقط ضعفك، ما فيش حاجه اسمها السؤال دوت انا ما بعرفش احله خلاص هنقل على اللي بعده. اشتغل على نقطه ضعفك وما تخافش ان انت تحل الاسئله الصعبه. الاسئله الصعبه هتخليك تشوف الامتحان ان هو سهل، حتى لو الاسئله بتاعته سهله مفيش اسئله صعبه، بس هتشوف كل الاسئله التانيه بقت سهله، لان السؤال الصعب بيخليك تشتغل في كذا حاجه، فبالنسبه لك السؤال اللي هو متفرع ده بيبقى سهل. وبص، اي حاجه هتسمعها او بي دي افات او اي ملفات هتحملها، اي حاجه هتحتاج تحميل او هتحتاج نت، حاول تحملها من دلوقتي لو النور موجود، لان النور ممكن يقطع في اي وقت، النور ما بقاش مضمون. وبصراحه ربنا معاكم، انا حاسس بيكم لان انا بمتحن برضه، فمشكله النور عامله مشكله، فما بالكم انتوا بقى ثانويه عامه فعندكم مشكله كبيره جدا. فربنا معاكم بجد في الموضوع ده، فالنصيحه ان انتوا تحملوا الحاجات بتاعتكم قبل ما النور يقطع عشان مش ضامنين النور. طب نصايح هقولها لك تعملها في الفتره ديت وقبل اللجنه وانت رايح الامتحان. بص، الفتره ديت حاول تنام كويس وتاكل كويس، لان خلاص فاضل 3 ايام، فما ينفعش ان انت تطبق يومين واليوم التالت تنام 8 ساعات وتروح الامتحان بتاع الفيزياء مش هتبقى مركز. الفيزياء محتاجه تركيزك كامل لان هي كلها اسئله زي ما انتوا عارفين ومحتاجه تركيز كويس قوي، فحاول تنام كويس وتاكل كويس الفتره دي. وانت في الامتحان او وانت بتحل في الفتره ديت، بص السؤال اللي انت بتحله هتلاقي ان الاجابه اللي انت بتختارها ممكن تكون طلعت لك قبل ما تخلص المساله،
هو بيبقى حاطط لك الاجابه ديت عشان يعملها لك غلط، لان انت دلوقتي مخلصتش المساله. بيطلع معاك اجابه وانت مثلا على الاله ولقيتها موجوده في الاختيارات عشان يخليك تختارها وما تكملش المساله، لان الرقم ده موجود في المساله فعلا بس مش ده الناتج النهائي اللي هو عايزه. فانت لا، كمل المساله للاخر وشوف ارقامك. ما ينفعش ان انت اول ما تلاقي رقم موجود في الاجابات تختاره على طول. ونقطه تانية، السنه اللي فاتت في الامتحان بتاعي كان جايب لي قانون، كان عايز نعمل بيه حاجه، مش فاكر كان عايز ايه بالظبط، بس الفكره ان القانون دوت كان هو مشقلبه. ففي ناس اشتغلت على اساس ان القانون عادي، لا القانون كان متشقلب. فانت ركز في نقطه ان القانون متشقلب ولا القانون عادي. هو ممكن يكون طالب منك حاجه ان انت تستخدم القانون وهو متشقلب اصلا، فانت ركز في النقطه دي كويس. وبرده ركز ان هو ممكن يجيب لك قانون عشان تستخرج منه حاجه تانية اللي هو قانون تاني، ان انت مثلا اي بتساوي كذا وتحط اللي بيساوي دي مكانها. فالاسئله دي غالبا انت جربتها، اتاكد ان انت تكون متمكن من الحتت دي لان هو بيركز عليها في الامتحان. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، يا رب تستفيدوا منه. ما تنسوش تتابعونا على جروب التليجرام، هنزل عليه بقيه الملخصات اللي انا كنت عاملها والملخصات اللي زمايلكم بيبعتوها بتنزل على جروب التليجرام. وبرضه هبعت لكم امتحانات السنه اللي فاتت عليه عشان لو الناس ما كانش معاها. وبرضه ممكن تبعتوا لي المشاكل اللي انتوا عايزينها او مشكله مثلا واجهتكم، وممكن برضه تبعتها لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. وعارف ان انا الفتره دي ما بنزلش فيديوهات كتير بسبب ان انا بامتحن، بس ان شاء الله اول ما اخلص امتحانات وخلاص قربت هتابع معاكم كويس قوي. بس الفتره ديت هنزل لكم الفيديو ده وهتابع معاكم بقيه الحاجات كلها على جروب التليجرام. فتاكد ان انت متابعني على جروب التليجرام، وبرضه متاكد ان انت بتشوف الستوريز اللي انا بنزلها على الانستجرام، لان هي بيبقى فيها اسقاط مهمه ممكن تستفيد منها، وبنزل عليها حاجات كتير جدا.